احتفالات العيد الأممي للعمال لهذه السنة تأتي في إطار حكومة جديدة طبعا، وتأتي بعد سنة من الحراك الشعبي والحراك الشبابي، وتأتي كذلك بعد دستور جديد وحكومة جديدة نأمل أن يعني تحقق الإصلاحات التي يعني جاءت في وعودها، يعني وعودها للشعب المغربي، وأن يعني ترقى بمستوى الشغيلة بصفة عامة. طبعا نعتبر حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة شريكا أساسيا لنا، ولكن هذا لا يعني أننا سنصطف جهة الحكومة، بل سنكون مع الشغيلة في نضالاتها اليومية حتى تحقق مطالبها، يعني كل فئة على المغرب الجديد، مغرب الحريات، مغرب الشفافية، يقتضي أن نعمل سويا من أجل تحقيق بنود الدستور. ومن بين هذا يعني ما يجب أن تلتزم به الحكومة هو إخراج قانون الإضراب، ولكن على أساس أن يكون متوازنا، يراعي إلى جانب يعني الحفاظ على المرفق العمومي، يراعي حقوق العامل في التعبير عن نضالاته. ونحن قبل ذلك وبموازاة مع خروج هذا القانون نريد كذلك تنظيم الحقل النقابي، ومن الضروري أن تسبق هذا القانون، من الضروري أن تسبقه قانون تحديد قانون النقابات. نحن نحترم قرارات جميع الفرقاء الاجتماعيين، ولكن من جهتنا نعتبر أن الالتزام بقانون 26 أبريل هو ضرورة للحكومة ومدخل استمرار الحوار بشكل يعني جدي. وتبنينا موقع أو من موقعنا الحوار، قلنا أولا ثم ثانيا ثم ثالثا، حتى نكون داعمين ومساندين من جهة لاستقرار المغرب والحفاظ على مكتسباته، ومن جهة أخرى لدعم الإصلاحات الجادة والتي رأينا أو اتضح أن الحكومة يعني هي ماضية فيها.